السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. عملنا حلويات العيد، البسكوت والكحك والبوديفور. فحبيت اقول لكم طريقة البوديفور، طريقة سهلة وجميلة جدا. جبت قالب زبدة فر، هاخد منه بس 750 جرام. انا واخداهم كده بالويم مش بالميزان يعني. هعمل بس كيلو واحد بس. سبت بس الحته اللي هي على الطرف دي بس. ده من يعني واخداه كده بالميه، يعني واخد اعتبر هاخد مكعب الا ربع من الكيلو فرن. هسيب ربع كيلو بس اهو، الحته دي بس. واحط عليها سكر بودره، دي بحراره الغرفه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وعد عليكم الايام بخير. حطيت ادي كوبايه تانية بتاعه السكر بودره، يبقى انا كده حطيت كوبايتين سكر بودره. المضرب السيليكون دوت تقيل على خفيف على الزبده، مش عارف يضرب معايا، فهنضفه وهعمل بايدي. هدوبهم شويه بايدي، وبعد كده عشان ما عنديش مضرب كهربائي هعملهم في الكبه. وانا غسلت الكبه كويس جدا عشان الريحه ما تبقاش فيها، عشان هي اصلا بتاعت بصل وثوم وكده، ما تبقاش فيها ريحه البصل والثوم. اكتبوا لي في التعليقات عملتوا الحاجه بتاعتكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم وده يا رب العالمين، ويجعلها سنه حلوه كده وكلها اعياد باذن الله. بص هنا برب فيها. كانوا زمان فعلا ما كانش في مضارب ولا بتاع من ايام اهالينا، كان بايدينا كل حاجه بنعملها. بس طالما عندنا بقى خلاص كبه، هعملها في الكبه هوريكم دلوقتي. بس انا يعني حبيت بس ادوبهم شويه مع بعض. يعتبروا برضو اللون فتح شويه لو خدتوا بالكم. بس التكنولوجيا دلوقتي ما خلتش يعني. رواق جميله. وكنت باجي من صلاه التراويح واعمل الحاجه. مره عملت البسكوت ومره عملت الكحك، ونزلت طريقه الكحك طالعه جميله جدا جدا جدا. انا عايزه اقول لكم احلى حاجه عملتها السنه دي هي الكحك، بجد كان روعه روعه. ادخلوا وشوفوه. طريقه الكحك الناعم على بالطريقه بالزبده البارده، يعني ما عملتهاش ما سخنت، ما سيحتهاش ولا اي حاجه، وطريقه جميله جدا. بس هنا حطيت في الكبه شويه واروح اضربهم واجي. بس كنت بوريكم هنا لونها. بصي لما اتضربت في الكبه لونها افتح من اللي عملتها بايدي. بصوا معرفش الكاميرا جايباها ولا. هنا لما اتضربت في الكبه لا لونها فتح شويه. والباقي هاخده برضو اكمل ضربه برضو الحبه التانيين دولت اهو. هاخدهم اهو واروح اضربهم برضو واجي. حاسه كده هشه عامله زي الكريم شانتيه لما اتضربت في الكبه. ربنا يحسن ما بين ايديكم. بص هنا كده خلصت خلاص. بس سبت بقى شويه ليه؟ هضرب فيهم البيض. بص 4 بيضات على كيلو دقيق. هاخد بيضه كامله، والتلاته هاخد منهم الصفار بس. اكتبوا لي في التعليقات البياض دوت اعمل بيه ايه. كده انا خدت تلات بيضه كامله وتلات صفار بيض بس. والبيض ركنته على جنب اهو.
البياض ركنته على جنب. وادي باكو فانيليا بتاع الدريم اللي هي بالبرتقال، بيقولوا حلوه جدا فجبتها المره دي. بس هروح ايه اضربهم في الكبه مع الايه، مع حبه الزبده على الطلبات. هم ضربتهم هم. بعد كده الباقي بقى ايه هضربهم بايدي. تهتوا مني ولا طريقه سهله؟ بصوا بصوا يا حبايبي، بصوا اللون عمل ازاي، فرق جامد جدا بالكبه. اللي ما عندوش مضرب بيض وعنده كبه يعملها كده، بس يغسل الكبه جامد جدا عشان خاطر بصوا هنا نزلت بكيلو دقيق. بس ما بدع ما ب... ما ب... ما بت... ببسه بس بايدي كده، مش بدخل الزبده في الدقيق بس، مش محتاج عجين. شايفين حبايبي؟ وحطيت ذره ملح، ده ما بتحطلوش طبعا بيكنج باودر. بس بدخله بس ببعض بس مش اكتر، ما بدعكش. بص بدخلهم في بعض بس كده، وحرارة ايدك اصلا بتدوب الايه، الزبدة يعني معاها. ملمسه عايزة اقول لكم ما شاء الله يعني جميل جدا. ربنا ما يحسن ما بين ايدينا ويزيدنا بخير يا رب العالمين. والله الواحد عمل كيلو من كل نوع، رمى معاه كتير جدا يعني. فرحة وكده. بس انا جبت الكيس الحلوي كيس ايه اسمه ايه، كيس ايه، الحلويات، حلواني بس حلواني. بصي هنا بعمل الفيجيفور، عايزه اقولك سلس جدا وجميل جدا جدا، طريقته سهله قوي قوي. بصوا سهل جدا جدا، بصي سهل جدا جدا. عملت حاجة سهلة عشان تعمل حاجة صعبة. انا العيال تعبوا جدا جدا في البسكوت، كان في مشقه في البسكوت، اما في الفيجيفور سهل جدا جدا، فبيعاتبوني دلوقتي ان الحاجه السهله خدتيها انت. في البسكوت تعبني شويه، كان عايز مكنه. اكتبوا لي برضك في التعليق كان محتاج سمنه ولا ايه. شوف طريقته سهله جدا جدا، هجيب صاج تاني قدامكم واوريكم برضك الطريقه سهله جدا جدا، مفيش اسهل من كده. ده الصاج بتاع الفرن، بس حطيه من فوق خالص على اساس ان ايه الصاج بتاعه خفيف ممكن يتسع. عقبال كل مره كده اما تعملوا يا رب العالمين، ويعود علينا الايام بخير، ويسعدكم ويسعد ايامكم، ويملى بيوتنا كلها عمار وبركه يا رب العالمين. هنا بحط بالكيس الحلواني تاني، على فكره سهل جدا وجميل جدا، وفرحت جدا لما لقيته اشتريته. كنت الاول بجيب اللي هي الاكياس الخفيفه دي فبتتقطع معايا، لما لقيت الكيس دوت عند مستلزمات الحلويات انا فرحت جدا جدا، متصوروش فرحت قد ايه. وسعره رخيص جدا، سعره 30 جنيه، والبلبله تقريبا بتاعته اللي هي بتاعت البلح الشام او بتاع بكام تقريبا ب5 جنيه باين، حاجه زي كده، لو 5 أو 10 جنيه والله ما فاكره، يعني حاجه سعرها بسيط يعني. وكنت فاكره ان هو هيبقى ب120 جنيه والكلام دوت، فوق ال100 يعني. بس كده البوديفور لما طلع، بس مخدش ثواني. بس بصوا جماله، والنقش لسه فيه، بص الزغرفه اللي فيه لسه ما فرشتش. بص هنا بس جبت شوكولاته سما، قالوا لي ان في مستلزمات الحلويات ان احلى، انا كنت هجيب دريم، قالوا لي لا ان احسن حاجه سما، فجبتها واسيحها بحبه زيت.
هنا كان الولاد بقى قاعدين كنت جايبه لهم فرماسيه، فقاعدين فرحانين بقى بيحشوا. سيحت طبعا انا الشوكولاته بالايه، بالحبة الزيت. بص كنت جايبه لهم فرماسيه الوان وفرماسيه شوكولاته، قاعدين بقى هم هنا بيعملوا فرحانين. ربنا يفرح ايامكم ويسعدكم. هنا انا حشي، انا لزقت الفيديو فور بالشوكولاته، ما لزقتهاش بالمربى. حابه تلزقي بالمربى براحتك يعني، هي كان في مربى بس ما جبتش يعني. بس زي فرحه الولاد. بصي انا عملت الطبق بتاع العيد. بصي فرحه ازاي، ربنا يفرح ايامكم. ادخلوا برضو شوفوا طريقه الفيديو فور الكحك.